تعرف إن في إعلانين، إعلان اتعمل له تمويل ب 500 جنيه وإعلان اتعمل له تمويل ب 5000 جنيه، وأبو 500 جنيه جاب نتائج وباع أكتر. للأسف ناس كتير فاكرة إن الميزانية الكبيرة هي المعيار في نجاح الإعلان. زي ما اتكلمنا قبل كده إن الميزانية دي آخر حاجة ممكن تفكر فيها. لازم تركز في المحتوى بتاعك، لازم تركز في الفئة المستهدفة اللي انت عايز تبيع لها. فلو جينا حللنا الإعلانين هنلاقي الإعلان الأصغر في الميزانية عنده رسالة واضحة، عنده محتوى قوي جذاب للمشاهد، عنده حل لمشكلة العميل اللي بيدور عليها، وأهم حاجة استهداف مظبوط. أما الإعلان اللي بميزانية أكبر 10 مرات المحتوى بتاعه عالي، الاستهداف بتاعه فيه مشاكل، ومفيش تسويق ما قبل الإعلان، فالنتيجة إن ال 500 جنيه راحوا للناس المهتمة بالمحتوى. فالنتيجة إن ال 500 جنيه اتصرفوا على الفئة المستهدفة المظبوطة اللي مهتمة بالمنتج أو الخدمة، ولكن ال 5000 جنيه اتصرفوا على جمهور عام، ما تصرفوش على فئة مستهدفة. فناس كتير شافته ولكن محدش اشترى. عشان كده دايما بننصح قبل ما تعمل الحملة الإعلانية بتاعتك لازم تحدد الفئة اللي انت هتستهدفها، لازم تعمل محتوى يناسبهم ويخليهم ياخدوا قرار ان هم يشتروا منك. حلل الفئة المستهدفة، اعرف اعمارهم من كام لكام، اعرف هم ساكنين فين، اعرف اهتماماتهم، اعرف هم لما بيعملوا سيرش على ايه، لما بيقضوا وقت على السوشيال ميديا بيقضوه على ايه وبيدوروا على ايه. اعرف مشاكلهم وحاول تحلها. علشان كده قبل ما تصرف على اعلان اصرف على البحث عن الفئة اللي انت بتستهدفها.